السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم. كل أم وأب وأولادها خلصوا الامتحانات ونجحوا، ألف مبروك. جمعي الملخصات والكتب الخارجية اللي عندك واديها لأي طالب محتاج هيستفيد منها. وأنا النهاردة بقدم دعوتي لأي حد شغال في العمل الخيري، سواء جمعيات أو مؤسسات أو أفراد شغالين مع نفسهم. التعليم يا جماعة هو الوسيلة رقم 1 علشان أساعد الفقير يهرب من فقره. أنا مش هديله لقمة أو قرش هيصرفه، لكن التعليم هو ده الوسيلة الحقيقية علشان يرتقي اجتماعيا. احنا من خلال تجربتنا في مؤسسة علام احنا بنجمع الكتب والملخصات الخارجية بقالنا كام سنة ونعيد توزيعها على الفقراء. فلو سمحتوا أنا بدعو دلوقتي كل الجمعيات الخيرية، اعمل الدعاية للمجتمع اللي حواليك، جمعوا الكتب يا جماعة، وابعت مندوبك ياخد الملخصات والكتب الخارجية واديها للأسر الفقيرة. صدقوني الموضوع بقى صعب جدا إن الأسرة الفقيرة تعرف تعلم أولادها. الملخصات والكتب الخارجية، الدروس ومجموعات التقوية أصبحت أسعارها خيالية. فأنت لما توفر للفقير الملخصات، الزي المستعمل اللي بحالة جيدة، انت كده بتساعده انه يكمل تعليم اولاده، بديل عن ان المجتمع هيتجه للتجهيل. يا جماعة انا شفت اسر كتير بدأت تقولك لا بقى التعليم بقى صعب عليا، طب ما انا اودي الولد لصنعة، البنت اوديها تشتغل او تقعد في البيت او فرلي. فلو سمحتوا، لو انت بتحب بلدك بجد، لو انت عايز تعمل خير حقيقي، الموضوع ده معلش ممكن يقابلك بعض العقبات هنستحملها. معايا انا هقول لك برضو من خلال خبرتي انا عملت ايه في الموضوع ده. هنتكلم مع بعض في فيديوهات تانية كتير، بس لو سمحت اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، شير الفيديو عشان اكبر عدد من الجمعيات الخيرية تبدأ تاخد بالموضوع ده. احنا عندنا مواسم للعمل الخيري. في رمضان بنطلع الشنط وكراتين بنك الطعام والقرمان، وبنطلع مساعدات نقدية. في عيد الأضحى بنطلع لحوم الأضاحي. انت عندك دلوقتي موسم مهم جدا بداية من شهر 7. ابدأ جمع الملخصات والكتب الخارجية، الزي المستخدم اللي بحالة جيدة، شنط الطلبة اللي مش محتاجين خلاص الشنط دي، وابدأ عيد توزيعها من تاني. صدقني انت هيكون لك دور عظيم جدا في المجتمع. أنا سعيدة جدا بأنكم سمعتوني وكملتوا معايا لنهاية اللقاء. بأكد عليكم شير الفيديو ولايك سبسكرايب للقناة. هنتكلم مع بعض تاني وهنناقش كل المواضيع اللي تخص التعليم، لأن هو ده الوسيلة فعلا لارتقاء مجتمعنا. ويا رب ينفع بينا وبيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.